عبد الحكيم على موعد مع التسجيل. اول اهداف المباراة في الدقيقة 21. روعة روعة روعة، يفاجئ الجميع ويباغت الجميع هنا في استاد الجيش الثالث الميداني، وفرحة ما بعدها فرحة للنادي المصري. وهدف اول من اروع ما يكون، محمود عبد الحكيم يصوب ويسجل هدف من مسافة بعيدة جدا جدا، فاجئ بها محمود ابو السعود في الدقيقة 21. تعلن عن تفوق الأخضر، التفوق الفني والرقمي، الفني في مجريات المباراة والرقمي بهدف أول مقابل لا شيء. هتتغير المباراة وهيتغير الشكل العام لنادي القناة بعد هدف محمود عبد الحكيم في الدقيقة 21 من شوط المباراة الأول. 1-0 للنادي المصري. هدف لمسة ولعبة غريب في الشمال، حط البهاء مجدي. بهاء مجدي يصوب من هنا تصويبة حلوة، يا ولد يا ولد بهاء مجدي. هدف التعادل العادل، هدف التعادل العادل. بهاء مجدي تصويبة روعة 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 على طريقة تصويبة محمود عبد الحكيم. هدف التعادل لنادي القناة على موعد مع التألق هذا اللاعب بهاء مجدي في الدقيقة 16 من أحداث شوط المباراة الثاني، من لمسة غريب محمود إلى بهاء مجدي. روعة ما بعدها روعة على شمال أحمد الشناوي حارس المرمى. 1 المصري ثم 1 نادي القناة، واللقاء شكله سيتغير تماما وهنشوف مباراة تانية من الفريقين. 1